هل تثق في الذكاء الاصطناعي إذا قال لك أنت مريض؟ دراسة جديدة كشفت مفاجأة صادمة: الذكاء الاصطناعي أصبح يشخص الأمراض بدقة مذهلة. وعندما قارن الباحثون نتائج الذكاء الاصطناعي مع الأطباء، كانت النتيجة: الذكاء الاصطناعي أفضل بأشواط. لكن المفاجأة الحقيقية: المشكلة لم تبدأ إلا عندما تدخل البشر. نعم، حين بدأ الأطباء في تعديل قرارات الذكاء الاصطناعي، مع كل تعديل بشري كانت نسبة الدقة تتراجع والأخطاء بدأت تتضاعف بشكل خطير. ما السبب؟ البشر لم يستطيعوا الوثوق الكامل في قرارات الذكاء الاصطناعي، فبدأوا يغيرون ويعدلون ليحدث ما لم يكن في الحسبان. الدراسة شملت مجالات طبية دقيقة مثل تحليل الأشعة، الكشف المبكر عن السرطان وأمراض القلب والشرايين. الخلاصة كانت صادمة: عندما يعمل الذكاء الاصطناعي بمفرده تكون الدقة عالية، لكن مع تدخل الإنسان تزداد نسبة الأخطاء بشكل كبير. وأنت ماذا عنك؟ هل تثق في تشخيص الذكاء الاصطناعي أم أنك ما زلت تفضل تدخل الطبيب؟ شاركنا رأيك في التعليقات. كان معكم ياسين، وإن أعجبكم هذا النوع من المواضيع لا تنسوا متابعتي، فالقادم أقوى بكثير.